الأسبوع الماضي صرحت شمس الغنية نجوى كرم عن رأيها حول المرأة ودورها بالبيت. في كتير ناس حبوا موقفها وفي ناس زعلوا منها واعتبروا انه يلي قالته ضد حقوق المرأة. انت ابو الشاد اذا وحده انضربت على راسها وقررت انه قبلت تتجوزها يعني هي اللي بعيده كثير يعني بس اعتبر انه قبلت تتجوزها كيف تتعامل معه؟ ليك انا ما عندي مشكله، عندنا في شغله مهمه كثير لازم تكون موجوده، الا وهي لازم تكون ضريعه بالطبخ. طبعا انت كرشك قبل اي شيء عالي. طبعا. وليك يعني ما فيني اقول لك شيء لانه هيدا رايك، ورايك تبين انه هو من راي الست نجوى كمان. شغلك كمرة مش ممكن تتجاري فيه، بدك تطبخي، بدك تنظفي، مش تديري اعمال الخدم، شوفات. واضحه الست نجوى، يعني رايها واضح مثل الشمس، مثل ما هي شمس الغنيه وبرنا عينها. الطبخ، تنظيف، تعسيف سقوفيه، تربيه الاولاد. اوكي؟ بس ليش ما جايبه سيره الجلي؟ كمان انت كمان مان انه بدك اياها تطبخ لك وتجلي لك كمان. اكزاكتلي كثير هالقد يا ابو الشاد، ما الطبخ عليها والاكل والجلي عليك. انا شخصيا مع المساواه بين الرجل والمراه، بس في وجهه نظر باللي عم تقوله الست نجوى. ما بحب حقوق المرأة تزيد عن حدها، بس عم نصير بخطر. وما بحب رجولية الرجل تضعف عن حدها، منصير بخطر. فهمت؟ عرفت كيف هلا شو قصدها؟ انه لا تخ ولا كسر له مخه. لا تخ ولا كسر مخه. يعني منظرك انت ولابس الوزره ابو الشاد وحاط ابنك على كتافك، عرفت كيف؟ وهو عم بيتدش عليك بقى، وانت بقى حامل الريش وعم بتنفض الغبر على التلفزيون. ما حلوه، لا مش انا. كمان مأذية شوي للعين، مش انت يعني، خاصة إذا مرتك حامل الكرباج ونازلة فيك سلخ بقى. حلو. وين البطاطا؟ اجلي يا حقير. ذكرت هذا المشهد قاطع من قدام، شايفه قبل يا عبد كذا. تعال لا خلص رسل. هلا خلينا نحط المزح على جنب، اوكي؟ بعتقد الست نجوى مع حقوق المرأة، وبعتقد كان قصدها انه من كلامها انه كل شيء زاد عن معناه ناقص. تو سامبلومون.